السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. النهاردة هنتكلم في حلقة جديدة عن تتويج النادي الأهلي بالبطولة رقم 11 في تاريخه، البطولة الأغلى في أفريقيا. النادي الأهلي بعيد كل البعد عن كل المنافسين. الأهلي محقق 11 لقب، ده رقم كبير جدا جدا على معظم أندية القارة، ولكن النادي الأهلي يظل هو المتربع على عرش أفريقيا بالبطولات. يمكن من أكتر الفرق في العالم حصدا للألقاب. بطولة يمكن غريبة جدا على النادي الاهلي، دخلها هو المركز الثالث في الدوري، وده مش المتعارف عليه. المفروض اللي بيخش البطوله دي هو المركز الاول والمركز الثاني في الدوري العام، ولكن لفشل اتحاد الكره المصري الكاف اعتمد نتيجه الدور الاول في الدوري المصري، والاهلي كان في المركز الاول او الثاني مش فاكر قوي، ولكن من المركز الثالث في الدوري العام الى بطل افريقيا من فريق مهدد انه يخرج من البطوله، ولكن بضربه جزاء اتصدت من لاعب الهلال قطر الطاهر ادت ان النادي الاهلي يبقى فيه مواجهه ثانيه ما بينه وما بين الهلال، ويكسب الهلال 3-0 ويتأهل أدوار الإقصائية. الأهلي بعد هزيمته من صن داونز، يمكن تاني أكبر هزيمة للأهلي في البطولة الإفريقية، برضو على إيد صن داونز. أول واحدة كانت 5-0، تاني هزيمة كانت 5-2، ودي كانت في البطولة اللي الأهلي برضو حققها. فرق كتير قوي لو خسرت 5 دي ممكن تأثر على نفسيتها لمدة 2 و3 سنين كمان، ولكن الأهلي بيستعيد قوته بصورة كبيرة جدا وبيقدر يحصد اللقب ال11 والأغلى في تاريخه. ولكن إذا تحدثنا عن فعلا اللقب الغالي للنادي الأهلي فهو لقب التاسعة، البطولة اللي حققها على حساب غريمه التقليدي في الدوري المصري وهو نادي الزمالك بنتيجة 2-1. بس في البطولة دي احنا عايزين نفوكس على حاجة مهمة جدا، وهي مارسيل كولر. مارسيل كولر تقريبا مفيش بطولة دخلها الا وخدها، يعني كل البطولات اللي اشترك فيها مارسيل كولر من ساعة ما جه النادي الاهلي وهو حصدها كلها: كاس مصر، كاس السوبر، كاس السوبر تاني، بطولة افريقيا، والدوري المصري العام اهو. يعني الاهلي مؤجل له 4 ماتشات وهو متصدر الدوري تقريبا بفرق 10 نقط. فاحنا دلوقتي النادي الاهلي معاه مدرب كبير جدا، مدرب قادر انه يدرب النادي الاهلي فعلا. كل الناس كانت بتشكك في الاداره بعد ما جابوا سواريش من بعد بيتسو موسيماني، ولكن كولر بيثبت انه فعلا مدرب قد المسؤوليه وقد تيشيرت النادي الاهلي وقد عراقه النادي الاهلي. النادي الاهلي فعلا مش اي حد يدرب النادي الاهلي، ومش اي حد يلعب في النادي الاهلي. النادي بحجم كبير جدا، مش بس في افريقيا ولا في مصر، لا عالميا. النادي الاهلي يمكن قلت لكم انه من اكتر الانديه في العالم حصدا للالقاب. دايما الاهلي معودنا على الفرحه، ودايما الاهلي مفرح جمهوره ومفرح مصر. النادي الاهلي يظل دائما وابدا كبير افريقيا والعرب.